حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. انا سموحه جايباكم النهارده تمارين قويه جدا وفعاله جدا جدا في علاج الانزلاق الغضروفي. تمارين النهارده مش مجرد فيديو عادي ومش مجرد تمرين عادي، لا، تمارين النهارده خطه علاجيه كامله لمده 15 يوم على الاقل في علاج وتخلص من الام الانزلاق الغضروفي. معانا النهارده في الفيديو ده 3 حاجات. اول حاجه استك مقاومه او طرحه، لو ما عندكيش استك مقاومه ممكن تجيبي فوطه، ممكن تجيبي منشفه، طرحه من طرحك. معانا النهارده قربه حط فيها ميه سخنه نبدا بيها التمرين، ومعانا مخده، اي مخده عندك. 3 حاجات دول جهزيهم ويلا بينا ندخل في التمرين على طول. هنعمل كل تمرين من التمارين دي 15 تكرار لمده 15 يوم على الاقل. دي خطه علاجيه مناسبه لكل الناس اللي عندهم خشونه، الناس اللي عندهم انزلاق غضروفي، عندهم خشونه في الركب او في الحوض، الناس اللي في السن، الناس الاطفال الصغيرين، مناسبه لكل الفئات وكل الاعمار. يلا بينا ندخل في التمرين على طول، اقصد يلا بينا ندخل في الخطه العلاجيه على طول. التمارين دي والفيديو ده هتحفظيه عندك وهتعملي التمارين دي كل يوم لمده 15 يوم على الاقل، 15 يوم علشان تلاقي نتيجه جباره التخلص من علاج الانزلاق الغضروفي. يلا بينا. اول حاجه هنعملها هنملى ميه سخنه طبعا في القربه دي، وهنستعملها نحطها على مكان الانزلاق الغضروفي اسفل الظهر مده 10 دقائق، وبعد كده نبدا التمرين بتاعنا. يلا حط القربه، يلا بينا. انا حطيت القربه، انا اقعد كده، هنفضل في الوضعيه دي لمده 10 دقائق. ممكن توقفي الفيديو ال10 دقائق دول وبعدين ترجعي بعد ما تخلصي ال10 دقائق نبدا التمرين مع بعض. يلا بينا. كده عدى ال10 دقائق، هنبدا دلوقتي التمرين بتاعتنا. هنشيل القربه على جنب، خلاص مش محتاجينها. القربه هتكون ميه سخنه، هناخد المخده بتاعتنا ونحطها ما بين رجلينا كده، هنثبت هنا دقيقه دقيقتين بنفس الوضعيه دي، وبعد الدقيقه والدقيقتين ما يعدوا هناخد المخده نحطها تحت الحوض، تحت منطقه الحوض، ايوه كده بالظبط. وهنبدا اول تمرين معانا، هنرفع الرجل ونجيبها ناحيه الصدر على قد ما نقدر. ممكن في الاول ما تقدريش توصلي للمرحله اللي فوق دي انك تجيبيها لحد منطقه الصدر، ممكن توصلي بس للمرحله دي وتحسي بألم، مفيش مشكله، على قد ما تقدري. التمارين دي ميزتها بالتدرج، هنتدرج فيها واحده واحده لحد ما نوصل للمرحله اللي احنا عايزينها، هنتدرج بالتدريج. اعملي التمرين لحد ما تحسي ان في ألم وما انتش قادره تكملي التمرين، وقفي لحد الوضعيه دي، ومع التكرار اليومي اللي هتعمليه هتحسي بتحسن وهتقدري توصلي للمرحله اللي بعد كده. فممكن في الاول ما توصليش لفوق، نعمل كده، ادي 1 2. طبعا بطيء على قد ما تقدري، وممكن تستغلي ايدك ان هي تقرب الركبه لحد الصدر، تستغلي ايدك الاول. كل ما تلاقي الموضوع بقى اسهل ان انت تقربي ركبتك لناحيه الصدر اكتر اعملي. لقيتي في الم مفيش مشكله، وصلي للمرحله اللي فيها الالم وقفي. زي ما اتفقنا هنعمل 10 عدات لكل رجل. اعتقد ان انا كده عديت ال10 عدات لكل رجل، هنعملها 10 مرات. المرحله اللي بعد كده هناخد الرجلين مع بعض، نقرب من ناحيه الصدر برضو على قد ما نقدر، نثبت شويه، نثبت، نثبت تاني، تثبتي 5 ثواني كده وبعدين نزلي رجليك.
ميزة الوضعية دي انها بتعمل على فتح الفقرات وتباعد الفقرات عن بعضها، فده بيسهل خروج الانزلاق الغضروفي من الفقرات. بيسهل خروج الانزلاق الغضروفي من الفقرات ورجوع الوضع الطبيعي. Thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know, my wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. اعتقد كفايه، هنشيل المخده خلاص، مش محتاجينها دلوقتي. نبعد شويه عن الحيطه. التمرين اللي بعد كده هنبقى على كعب رجلنا، رجل على كعب الرجل، وهنميل بالرجل يمين وشمال كده، ونرجع تاني. حس بشد طول المنطقة دي، وده بيقوي المنطقة دي تماما، بيقوي العضلات الموجودة في المنطقة دي، فبالتالي تقدر تشيل الحمل عن العمود الفقري. في المرحلة الأولى تعملي التمرين على كعب رجلك. مع التكرار هتلاقي نفسك بقيتي اقوى وتقدري ترفعي كعب رجلك من على الارض وتعملي نفس التمرين ورجلك مرفوعه. ده بيزود من شده التمرين وبيخليه يبقى افكتيف على العضله اكتر. التمرين اللي بعد كده هننام على جنبنا، هنضم الرجل زاوية قايمة زي ما انت شايفة كده، وبإيدي الشمال همسك ركبتي اليمين عليا، ورجلي الشمال هرجعها لورا بالوضع ده، نفس الوضعية دي كده. هرفع ايدي فوق وهبص على ايدي وهنزلها، وهي نازله هبص وامشي معاها، ابص على ايدي وامشي معاها. نرجع تاني، هرجع تاني، برافو عليكي. طبعا لو ما قدرتيش تنزلي للاخر، انزلي لحد المستوى اللي تتعبي فيه وتحسي بوجع، وقفي وكملي التمرين. مع الوقت ومع التكرارات هيبقى في مرونه اكتر في العضلات وهتقدري توصلي للليفل ده.
برافو عليكي. اخر مرة. ممتاز. نعمل نفس التمرين للناحية التانية زي ما اتفقنا. الرجل اللي تحت لورا والرجل اللي قدام هنا، امسكها بركبتها، امسكها من ركبتي. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes. I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit. I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I'll take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty. 10. برافو. نرجع دلوقتي لوضع الكوبرا. وضع الكوبرا مهم جدا ومفيد جدا جدا، لان احنا بنعمل عكس عضلات الظهر اللي متعوده تعمليها اليوميه بتاعتك. انت متعوده ان انت تبقي قاعده على الكرسي طول الوقت، او بتوطي او بتشيلي حاجه من الارض وانت موطيه. وضع الكوبرا بيعكس كل الحركات اللي انت بتعمليها في يومك، فبيبقى وضع مريح جدا جدا، بيقوي العضلات بشكل كبير جدا، وكمان بيعمل على رجوع الديسك مكانه، رجوع الانزلاق الغضروفي لوضعه الطبيعي. اعتقد كده 4. So have you ever felt betrayed? Switches how you see 5. things. Realize something needs change. Cause I know you got me up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. 8. I'll do what it takes. I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it 9. back. I'll lose my shit. I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. 10. برافو عليكي. ونفس الوضعيه دي هنعمل تمرين البلانك. هنعمل اول 6 عدات على ركبتنا، وفي اخر 4 عدات هنرفع الركبه من ناحيه الارض عشان نتدرب في التمرين. يلا بينا. هنعد 5 ثواني وننزل نريح، هنرجع تاني 5 ثواني، ونريح 2 3 9
4 5 6. هنريح ونبتدي نرفع الركبة من على الأرض ونعمل تمرين البلانك على صوابع رجلينا. هنثبت برضو 5 ثواني ونرجع ننزل ونطلع تاني. يلا بينا. لو ما قدرتيش في الأول تعملي تمرين البلانك على صوابعك عادي، كملي التمرين أول أسبوع، أول 10 أيام على ركبتك عادي. بس حاولي تتقدمي في التمرين حتى ولو بعدة أو عدتين على مشط رجلك. 10. برافو عليك. دلوقتي هنربع رجلينا وهتيجي برجلك كده بايدك كده على الجنب اللي بيوجعك. شوفي الرجل اللي بتوجعك، الرجل اللي فيها الديسك فين، الرجل اللي بتوجعك، وتعالي على جنبها كده. لو هي دي الرجل السليمه كملي، لو حسيتي بوجع هنا يبقى انت بتعملي الرجل الغلط وروحي على الرجل الثانيه اللي ما فيهاش وجع. انا هعمل كده. نتني رجلينا وهننزل كده، رجل 30 زاويه قايمه، وهننزل بالجنب وهنطلع تمرين الكوبرا بالجنب. ننزل ونطلع تاني. طبعا لو حسيتي بوجع وانت بتعملي التمرين ده يبقى انت بتعملي الرجل غلط. بدلي رجليكي وروحي نامي على الجنب التاني. لو انت بتعمليه على اليمين وحسيتي بوجع روحي اعمليه على الرجل الشمال. اعتقد كده 3. 4. 5. 6. 7. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know my wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize the needs change. برافو عليك، برافو عليك. التمرين اللي بعد كده هو تمرين البقرة والجمل أو القطة والجمل. هنبقى على ركبتنا، ايدينا تحت الكتف مباشرة. هنرفع على قد ما نقدر ونشد معانا عضلات بطننا ومباشرة لوضع القطة. اهم حاجه انك تتنفسي وتشدي عضلات بطنك معاكي. اعتقد كده 6. 'Cause
برافو عليك. من نفس الوضعيه دي هنرفع ايد عكس رجل، يعني هنرفع اليمين، الايد اليمين مع الرجل الشمال كده. 1 2 Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control. 3 My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, 4 oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let 5 go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? 6 How you see things, realize something needs change. 7 I know you got me up, let me show you what's up. 8 Enough is enough. I'll take a face full of pavement, 9 make a statement. I know there's no turning back. 10. برافو عليكي. دلوقتي هنعمل الايد التانية مع الرجل التانية. التمرين ده قوي جدا وبيشغل عضلات الظهر كلها وعضلات خلفيات الرجل، بيقويهم جدا جدا وبيشيل حمل كبير من على العمود الفقري. زي ما اتفقنا التمارين دي كلها عضلات، تمارين تقوية وعلاج للانزلاق الغضروفي. انت بتقوي العضلات المحيطة بالانزلاق الغضروفي علشان تخف الحمل من على الفقرات. 3 4 5 6 7 8 9 10. ممتازة. هننام على ظهرنا وهنجيب الاستك المقاومة اللي جبناه في اول الفيديو. هتنامي على ظهرك، ظهرك يكون مستقيم ملامس للارض، مفيش قرش، تكوني مرتاحة. هنرفع الرجل، رجلك تكون مفرودة مش متنية، الركبة تكون مفرودة، وهنشد بأستك المقاومة الرجل علينا. ممكن تسندي الركبة كده عشان ما تتنيش وتفضل مفرودة. طبعا هتبتدي تحسي بوجع في المنطقة دي، منطقة خلفيات الرجل، ما تقلقيش خالص. ولو ما قدرتيش توصلي لليفل عالي مفيش مشكلة خالص، مع تكرار التمرين هتلاقي رجلك بتيجي أكتر وبتتمدد معاكي أكتر. وننزل. 2 3 4. حلو، كل مرة بتشدي رجليكي عليكي أكتر. 5 لحد ما بتحسي بوجع فيها توقفيه وترجعي. 6 7 8 9 10. برافو عليكي. الرجل الثانية، برافو عليكي. الرجل الثانية نفس العدات، نفس التكرارات، نفس كل حاجة للرجل الثانية. الرجل دي مفرودة على الأرض والرجل دي الركبة مفرودة، ونرفع ريح، نرفع ونريح. 2 3 4 5 6 7
8 9 10. برافو عليكي. هتسندي على الكرسي بإيدك. ظهرنا مستقيم ونشد رجلينا لورا. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My rap, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just برافو عليكي. الرجل التانية. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. برافو عليكي. التمرين اللي جاي بقى هو افضل تمارين فيهم على الاطلاق. التمرين ده بيعمل زي تباعد فقرات الظهر عن بعضها. انا بعمل التمرين ده على العقله، بس طبعا في كتير مننا ما عندوش العقله، فانا هستغل الكرسي واعمل نفس التمرين على الكرسي، وهوريكم كمان بيتعمل ازاي على العقله عشان اللي عنده عقله يستفيد واللي عنده كرسي يستفيد. يلا بينا. هنسند بايدينا كده ونرجع لورا. هتحملي بجسمك كله، تقل جسمك كله على ايدك على الكرسي، وهتسيبي الجزء اللي تحت كله ينزل على الارض لوحده، كانك بتشديه، كان الارض بتشد جزء منك وانت بتحاولي تمسكي في الكرسي. نبعد اكتر. برافو. انا طبعا بشد، ممكن تكون الكاميرا مش جايبه صوابع رجلي زي ما انتم شايفين. انا بقف على صوابع رجلي علشان التقل جسمي كله يبقى على ايدي، ورجلي هي نازله لوحدها. برجع ورا وبشيل جسمي كله على ايدي. تثبتي على قد ما تقدري، ثانيتين 3. طبعا ممكن الكرسي ما يبقاش مريح وايدك توجعك، فعلى قد ما تقدري تثبتي. احساس جميل جدا، احساس قوي جدا، لازم تجربوه. ترجعي برجليكي لورا عشان تستفيدي اكتر، وتحاولي تشيلي جسمك كله من على الارض من خلال دراعاتك. برافو حبايبي، برافو. هوريكم دلوقتي الطريقة الثانية بتاعة العقلة عشان اللي عنده عقلة يستفيد واللي عنده كرسي يستفيد. همسك العقلة بإيدي، امسك العقلة بإيدي واسيب جسمي كله ينزل على الأرض. التمرين ده لازم رجلي تكون لامسة الأرض، حاجة بسيطة كده، جاست تاتش، علشان التقل ينزل لتحت. لأنك لو شديتي العقلة ورفعتي جسمك من على الأرض هتبقي محملة على إيديكي، مش هتحسي بفقرات ظهرك بتبعد عن بعضها. عشان تحسي بيه صح لازم ايدك بس تمسك فوق وتسيبي جسمك كله ينزل على الارض. احساس قوي جدا. هعمله لكم بالشكل التاني عشان تشوفوا اكتر. برجع خطوتين لورا واسيب جسمي ينزل لوحده، ايدي بس هي اللي تبقى ماسكه. احساس جميل.
اثبتي في التمرين ده على قد ما تقدري. كده حبايبي وخلصنا تمرين النهارده او خلصنا خطه علاج النهارده. اعملي التمارين دي زي في الفيديو عندك، واعملي التمارين دي كل يوم لمده 15 يوم علشان تحسي بنتيجه بجد. بعد 15 يوم تكتبي تحت في الكومنتات ايه الاخبار، وعملت الفيديو ولا لا، وتحسنتي ولا لا، ونسبه التحسن عندك زادت بنسبه قد ايه؟ 10%، 20%، 30%، 50%، 60%. مع التدريج ومع التكرار هتقوى عضلات جسمك، هتقوى عضلات بطنك، هتقوى عضلات الكور عندك، هتقوى، وهتشيلي حمل كبير من العمود الفقري وعلى العضلات وعلى فقرات العمود الفقري، وهتحسي بتحسن كبير جدا جدا، لانك في المرحله دي بتعملي تباعد، وخصوصا في اخر التمرين بتعملي تباعد بين فقرات العمود الفقري، فبيخلي الديسك اللي خرج من العمود الفقري ده يرجع مكانه تاني للفقرات القطنيه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى تستمروا عليه وتكتبوا لي تحت في الكومنتات نسبه التحسن بتاعتك وصلت لكام في المية، 10%، 20%، 30%، 40%. اكتبي لي تحت في الكومنتات نسبه التحسن بتاعتك وصلت كام في المية. واشوفكم على خير الفيديو الجاي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، واكتبوا لي تحت في الكومنتات عايزين فيديو جاي عنه. احبكم، باي باي.